الجمال الأخلاقي صفة تتميز بها المجتمعات الشرقية، والتي جاءت متوافقة مع أغلب أحكام الشريعة الإسلامية، بل إن الكثير من التشريعات في عصر ما قبل الإسلام قد أبقيت على حالها. عندها جرت السيرة في المجالس العشائرية، وكانت نعم الرافد التربوي. أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سالفتنا، ومعي الضيوف الكرام الشيخ عدنان جاسم مهاوي، أحد مشايخ آل بو محمد، وأحد المضايف العريقة والمعروفة بالبخت والحكمة، والشيخ علي عبد الحسين مثني، أحد شيوخ عشائر الحريشين. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك شيخنا الجليل العزيز، احنا تدري المجتمعات الشرقية والعشائرية فيها أعراف. هذه الأعراف بدأت بالسنائن، يسمونها السنينة. عندنا السنينة العشائرية، أريد تعرف لنا السنينة وتسولف لنا عليها. جزاك الله خير. أشكرك أبو علي، بارك الله بك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير عليم خبير. صدق الله العظيم. السنينة العشائرية كما يعرفها الجميع هي مجموعة من الأحكام والقرارات توافق عليها الجميع، الغرض منها لتنظيم الحياة اليومية وحماية الأفراد داخليا وخارجيا، وعادة ما نسميها الأعراف العشائرية، حيث أن العامل الرئيسي في فرض تلك الظروف والأحكام هي البيئة الاجتماعية والاقتصادية. لذلك تجد الأعراف تختلف من محافظة إلى أخرى. تجد البصرة قريبة عن العمارة، لكن أعراف البصرة تختلف قليلا عن العمارة، وكذلك أعراف الناصرية تختلف قليلا عن العمارة، وكذلك الفرات الأوسط. فالبيئة هي تخلق الأعراف وهي تخلق السنائن لظرف ما. وأهم فقرة من أركان السنينة هي العطوة، وعالميا هي الهدنة. دائما الدول من تختلف في بعضها يكون أكو فد هدنة. العطوة لها أنواع حسب الحدث وحسب الجرم. أستذكر منها بعض منها أول عطوة هي عطوة فورت الدم، وتكون هاي في القتل والتمثيل في القتل. وعطوة الاحتراف تأخذ بعد انتهاء العطوة قصيرة. مثلا اجوا خذوا عطوة اكو بينة، الجاويد قعدوا وصارت اكو بينة وشاهد، لكن الطرف الثاني متعند، فياخذون عطوة قصيرة لحين أن يقنعوا يعني يسموها هدنة. نعم، لا عطوة. تقتنع هو الوفد اللي راح أهل العطوة، لكن يريدون فترة حتى يوصلون وجهة النظر الصحيحة. فيأخذون مثلا أخوي يعطينا مثلا هاليوم هذا الليلة شيخنا نعم. العطوة تعتبر يعني هي ركن من أركان السناين؟ نعم، ركن من أركان السناين، وهي أول فقرة لإطفاء النزاعات العشائرية. نعم. بالنسبة عطوة الاحتراف، عندنا عطوة الفصل، هي العطوة الأخيرة من الفصل. هنا لما حتى يكون استعداد لأهل الجاني والمجني عليه أن يهيئون نفسهم لتهيئة الوفود للإقدام على الفصل. عطوة الاحتراف، هنا عطوة الاحتراف يكون المتهم لم يحترف رغم القرائن اللي موجودة من قبل ذوي المجني عليه، فيمهل لحين الاحتراف، فيعطوه عطوة يسموها عطوة حق. يابا انت بدك تفهم عندنا هالبينة هاي، لكن انت روح استفسر وتفحصها حتى يكون عندك قناعة وتجي تحول. وهنا اذا كان اكو تعنت تدخل بها لجنة تحكيم عشائرية تحق الحق. عطوة الصيحة كمان نسميها، وهي كل ما يمس الأعراض. ويصاحب العطوة عادة بعض الإجراء التي تعارفت عليها العشائر، منها الجلوة والفرشة وراية العباس.
ومن أحكام السنينة هي تسمية رئيس العشيرة. دائما من تحضر الفصل أو الجلسة يطلبون تسمية رئيس العشيرة. شلون تسمية رئيس العشيرة؟ نعم، تسمى رئيس العشيرة. هنا لما يجي الطرف الآخر يسمي نفسه بأن هو جبيل هذه العشيرة. نعم، يعني باعتباره هو ماخذ العطوة من هاي العشيرة. نعم، ويتحمل مسؤولية آثارها. كذلك التحالف من سناين وأحكام السنينة، التحالف الاجتماعي بين أفراد العشيرة على السراء والضراء. التكافل الاجتماعي كذلك بين أفراد العشيرة اللي نسميه الودي، وهو بالنسب يكون نوبات على المدان ربع وعلى العشيرة 3/4 أو ثلث بثلثين. من أحكام السنين أيضا السارق. سارق أخيه يؤدي 4 أضعاف المسروق. وكذلك من أحكام السنين كل من يقتل أخيه أو ابن عمه أو أحد أفراد العشيرة يكون فصله عليه ويجلي عن سكنه. هذه تعتبر كلها؟ نعم، كلها من طبعا السنين نراد لها حلقات يعني. أكيد. نعم، الله يبارك. جزاك الله خير مشكور أبو علي، بارك الله. الشيخ أبو شهد،